السلام عليكم، يا صباح الفل. يوم جديد واكله جديده، وزي ما احنا متعودين اكل بتاع زمان هو احلى اكل بجد، هو اكل صحي. امهاتنا زمان كانوا تروحي تلاقيها عامله لا اما البروتين مع الخضار مع الرز وخلص الموضوع على كده. ويوم ما تغير لا اما تعمل سمك، لا اما يوم ما تغير تبقى مره في الشهر ولا مرتين مكرونه بشاميل. ودي كانت الاكل كله بتاعنا زمان، بجد كان اكل صحي وجميل، بعيد عن المصنعات والحاجات المقليه والحاجات اللي مش صحيه خالص بناكلها لعيالنا، واحنا كمان بناكلها حاجات سريعه جدا ومتعرفيش ايه جواها مكونات. ياريت كلنا بجد نبعد عن الحاجات دي ونلجأ للخضار والاكل الصحي. النهارده هنعمل اكل صحي خالص. جبت فرخيه بلدي، وبعد كده رحت جايبه بصلايه ضربتها في الكاتش ماشين او اعمليها بالمبشره، وحطي عليها معلقه ملح على معلقه فلفل ودعكيها كويس جدا، وبعد كده تبلي بيها الفراخ وحطي الميه المغليه بتاعتك عادي، وحطي بعد كده طماطمايه، ورق غار، حبهان، الملح والفلفل برده في الشوربه بتاعتك، جزرايه، عايزه تحطي فلفل، يعني الشوربه يعني زي ما انت بتحبي بقى، زي ما انت بتتبليها تبليها. وبعد كده تاني حاجة رحت عاملة نوع خضار، بجد الاكل ده مفيش احلى منه. جبت حلة، وبعد كده حطيت فيها معلقتين من الزيت وبصلايه برضو، يعني انت بصي بتطلعي حوالي 3 بصلات تضربيهم هيكفوك الاكلة كلها. وبعد كده رحت مشوحاها، عايزة تحطي كله ني في ني براحتك. وبعد كده فصين من الثوم، وبعد كده بقى رحت نازلة بشوية زيت كمان، حسيت ان البصلايه محتاجة شوية زيت كمان. قلبيهم كويس جدا، بعد كده بقى روحي اضربي طماطم وانزلي بيها على البصلايه اللي انت شوحتيها دي، وقلبيها كويس جدا. وبعد كده بقى ابداي تبليها ملح وفلفل فقط. النهارده كل التوابل اللي معانا ملح وفلفل. قلبيها بقى كويس جدا لغايه ما تغلي كده. حطي بقى البسله، وانا البسله دي كانت عندي متخزنه، ربنا يخليها يعني ليا امي، هي اللي مخزناها لي، وانا حطيت الجزر من عندي، وبصراحة طلع طعمها زي العسل زيكم. هتجيبي حلة تانية بقى فيها برضو معلقة من الزيت وقطعة زبدة او قطعة سمنة حسب ما تحبي، واللي ما عندكيش شعرية حطي لسان عصفور. بصراحة اللسان عصفور مع الرز الابيض يا جماعة طعمه حوار، يعني احلى من الشعرية بكتير. جربيه كده يطلع طعمه حلو قوي، ودي اتعلمتها مؤخرا، زمان كانوا بيعملوا بشعرية عادي. وبعد كده تبدأي تحمريها كويس جدا لغاية ما يبقى لونها ذهبي معاكي، وتنزلي بقى بالرز. بص انا الرز مش بغسله، بنزل بيه كده على طول، بصراحه بيبقى احلى بكتير وهو بيبقى نظيف 100%، فليه تغسليه يعني. قلبيه بقى كويس جدا، وبعد كده بهاريه برضو ملح وفلفل. حتى اهالينا زمان كانوا بيقعدوا يطبخوا على صوت الافلام، كنا نجيب اي فيلم مثلا، جيل الثمانينات والتسعينات كان يجيب اي فيلم من الجديد يقولك لا انا عايز فيلم ابيض واسود، شغلي لي اي فيلم ابيض واسود عندك. كانوا يقعدوا يشغلوا التلفزيون وهم بيطبخوا، بجد كانت ذكريات حلوه قوي. هتجيبي بقى الشوربه بتاعه الفراخ وتبداي تنزلي بيها على الرز وتغطي بيها الرز خالص. كلكم شاطرين اكيد وبتعرفوا تعملوا، بس انا بشارككم بس يومي في المطبخ. تنزلي بقى لغايه ما تغطي كميه الرز كده، يعني تسويه بس كده وتقلبي وتغطي عليه عقبال ما الرز يخلص. بقى سيب لكم مقطع كده تتفرجوا عليه هيفكركم بزمان قوي. يا ربي، وبعدين بقى يا مجدي انا طهقت من العيشه دي اللي تقرف. وانا بس هعمل لك ايه يا حبيبتي؟ اديني على رأي المثل عامل زي الطور اللي بيدور الساقية، عينيه متغمية وعمال يدور زي النحلة. هي الدنيا دي يا حبيبتي بقى فيها راحة ابدا؟ لكن انت المفروض انك راجل اتخلقت للتعب والشقة، وانا واحده ست اتخلقت عشان استريح واتمتع بالدنيا واحس بجمالها، مش اصبح من الفجر ولا على الوابور واعمل شاي واجهز الفطور وبعدين انزل اركب الترماي واوصل للشغل وتستلمي البوسطة وتأيديها وتسركي الصادر والوارد وتقدمي الاوراق للعرض على سيادة المدير. وايه كمان؟ هادي انت عارف. يا سلام، وانا بقى قاعد على القهوه وحاطط رجل على رجل وعمال اشرب دي كازوزه ودي قهوه ودي شيشه انت بتتريق عليا يا مجدي؟ مش عاجبك كلامي؟ لا العفو، لا ايه العفو الكبير يا ست وفاء، انا لا سمح الله اقدر. المهم فضنا بقى من الكلام ده. ليه ونفضنا ليه واحنا ورانا حاجه؟ هو الكلام ده بطال؟ ما هو عال اهو وزي الزفت. انت زعلت يا حبيبي؟ لا ابدا ابدا، ايه بالعكس، ده انا حتى مش عارف مبسوط ليه النهارده قوي. لكن انت مكشر يا حبيبي. لا يا ست ما تاخديش في بالك، لا انت لازم تعبان يا مجدي، انت اشتغلت كتير النهارده. لا ابدا مفيش غير 3 قضايا جنح واترفعت فيهم، وجنايه كده بسيطه. ايه قتل؟ لا مخدرات. يا ساتر،
وايه كمان؟ وخدي عندك كمان يا ستي محضر بوليس محترم وده كان اكل النهارده، اكل عادي جدا بسيط، اكل مصري دافي جميل. ربنا يخلي لنا يا رب امهاتنا، ويا رب يكون فكره الفيديو دي عجبتكم، ويكون كل حاجه انا بعملها بتعجبكم. متنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير وكومنت حلو منكم، تشتركوا في القناه خليها تكبر بيكم. السلام عليكم.